في اللايف اللي تكلمت فيه على تبون وجمال عباس والقائمه اللي كانت رايحه تترشح، وفهمتكم في اول بث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الأعزاء، لو في هذا اللايف تبون سيرحل من الجزائر بعد هذا اللايف لأمير ديزاد. قبل أن تذهبوا لمشاهدة هذا اللايف لا تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب والتعليق بعد مشاهدتكم لللايف. فرصة ممتعة. سأعود بالنهاية لأدلي بدلوي وأقول تعليقي حول هذا اللايف الناري لأمير ديزاد. السلام عليكم الزول. تكونوا بخير وعلى خير خوتي. جيتكم بكري اليوم؟ راكم تسمعوا مليح خوتي؟ الهضره هي مليحه. هي مليح. اليوم غادي نطلعوا لبرا شويه، سمحوا لنا. اليوم غادي لبرا تطلع شويه لفوق. خليني نبارطاجي لخوتكم. اليوم غادي لبرا تزيد تطلع شويه لفوق وخليهم يهايطوا. اللي باغي يهايط يهايط على روحه. والله انا معك، ربي يحفظكم خوتي. مرحبا بكم جميعا. تبغوا شويه كي تطلع لبرا الفوق؟ ما كاش مشكل، ما كاش المشكل. دقيقه غير نبارطاجيو خوتكم. دقيقه. بارطاجيو خوتكم في الطقطقه يجوا. عزوا الجميع. السلام عليكم خوتنا في تيك توك، اهلا وسهلا بكم. اليوم درت كما نقولوا حنا المستحيل باش نجي لخوتي بكري. مرحبا بكم، رانا في البث المباشر المستبشر في اليوتيوب.
اللي ما راهش معنا في اليوتيوب ولا في التيك توك، دير امر دي زد في اليوتيوب يطلع لك مباشره بث في القناه تاعي الرسميه اللي تلقى فيها 1,400,000. غمهم هذا النيميرو، غمهم حتى دايرين كاع الطرق باش غمهم، حسوا روحهم صغار قدامنا. لا غالب الشعب يعرف ولادو. او كي الدجاج مشمخ. مرحبا بكم خوتي. شكرا خوتي كامل في التيك توك. مرحبا بكم. رانا الان في البث المباشر. غادي نقطع في التيك توك باش نكملوا، لانكم عارفين في التيك توك ماهوش هنا، ماهوش نفس الضرب اللي يكون في اليوتيوب. مرحبا بكم في اليوتيوب. قال لي رجعت قناتك. مازال راه فيها الجواسيس، مازال فيها الجواسيس. مرحبا بكم خوتي. غادي نقطع البث في التيك توك لتلحقوا معنا في اليوتيوب. تحياتي لكم جميعا. رانا في اليوتيوب، امير دي زاد في اليوتيوب. تحياتي، شكرا. مازال فيها خيانه الامانه، مازال ما قلت لك. هذا الموضوع راه جاي وحده وغادي يجي كي الزلزال وكالاعصار. المهم، مرحبا بكم. تحياتي لكل خاوتي وخياتي اينما كانوا وحيثما وجدوا. مرحبا بالبوصبوعيين كذلك، باش يزيدوا يستفادوا البوصبوعيين والبوصبوعيات. مرحبا بكم. اللي راهم معنا في الفيسبوك في الصفحه الرسميه ولا الصفحه الاحتياطيه تاع الفيسبوك، او راهم معنا في التويتر، فنلتحقوا جميعا في منصه واحده واللي هي صفحه او قناه اليوتيوب. مرحبا بكم خوتي وخياتي. غادي نسكروا المحطات الاخرى. ميرسي خويا. اسمع يا بني، فيها اليوم دي زاد اوف. فيها اسمع بني. اليوم غادي نديروا شويه البوليتيك، شويه على هوايتنا. شكرا لكل خوتي المتبرعين والمتبرعات. يعطيكم الصحه وتحياتي لكم في كندا، في امريكا، في فرنسا، في اسبانيا، في اينما كنتم. تحياتي لكم الاعزاء، كل خوتنا المساعدين والمساهمين. ربي يحفظكم. واللي ما عجبش الحال يبدل البلاد، اللي ما عجبش الحال يبدل البلاد. نستناو دقائق الوقت اللي يلعبوا خوتنا. قال لك لا انتخابات مع العصابات. هذه حاجه مفروغ منها. هذه يقولوها الناس. هذه الشعب راه متفق عليها. كاين واحد شويه تسريبات قاصحه شويه. غادي يزعف السي بوتبون و معليش يزعف براحته. يزعفوا يخبط راسه على الحيط. او كانوا يقولوا لكم جماعه ملهيه امير ما يهضرش على بوطبون باسكو الفرنسيس وما الفرنسيس اخواني الافاضل، والفرنسيس قالوا له، والفرنسيس احنا ما نرحموا حتى طحان وما عندناش صاحبنا جنرال وما عندناش تصفيه حسابات. هذه باش نقولها
من الاخر قبل ما نبدا، والحمد لله نضالنا نقي مهما حاولوا ومهما يحاولون. احنا ما جينا من وزاره النقل، ما جينا من وزاره الداخليه المعارضه، ما جينا لا من قنصليه ولا من سفاره ولا من وزاره الخارجيه ولا من وزاره الداخليه ولا من وزاره الدفاع. احنا جينا من الاحياء الشعبيه، جينا من الجزائر العميقه. ما جبنا معنا ايديولوجيا، ما جبنا معنا فكر مدعشش، ما جبنا معنا لوبيات. اللي كاين في القدريه يجبدوه مغارف، واحد ما نطلقوه، سواء بوطبون يدعمه فرنسا ولا يدعمه امريكا ولا يدعمه الهند ولا يدعمه اللي بغى يدعمه. فاحنا على العهد باقون، واللي جات قده يلبسها. اللي جات قداه يلبسها. المهم شحال 10 دقائق نبداو البث تاعنا، ومن بعد اللي ما شافش يشوف من بعد براحته، لاننا ما غاديش نطولوا فيه بزاف، نخبطوه ونفوتو، خبطوه وفوت. كما كنت قلت لكم في اللايف اللي تكلمت فيه على تبون وجمال عباس والقائمه اللي كانت رايحه تترشح، وفهمتكم في اول بث، في هذا الموضوع ان تبون سيبقى الى اللحظات تقريبا الاخيره من سحب الاستمارات، وهو ما حدث، وهي الحقيقه اللي صارت. المعلومات اللي قبل ما نروحوا الى، هي فيها تسريبات وفيها هضره تاع ما يحدث في الساحه السياسيه البيزنطيه. لويزا حنون اللي يعرفوها العام والخاص انها جروه، ما نقولوش في جناح الدوله العميقه، وانما نقولوا هي جروه الدوله العميقه، او هي كانيش للدوله العميقه. يعرفها العام والخاص، اللي هو جزائري واللي ما هو جزائري يعرف شكون هي لويزا قرنون. تنسحب من التشرحات او التشريحات، ماشي الترشحات، انا عارفين باللي غادي يتشرحوا ثم. تنسحب من الترشحات الرئاسيه، لكن رافده مطرقها معاه، وتضرب تبون في نقاط الضعف، وتتاجر واصبحت من المتاجرين بقضايا المعتقل. واش قالت لهم؟ اطلاق سراح المعتقلين السياسيين اولتها، وهنا راهي تتكلم عن المعتقلين السياسيين، راهي تتكلم على علي الغديري، لانه هما سيصنفوه معتقل سياسي، وصنفوه خلاص هو معتقل سياسي هذا بالنسبه لهم، اللي هو راكم عارفين الغديري على من محسوب وكنا تكلمنا عليه. تكلمت على الغاء الماده 87 مكرر، وهنا راهي تتكلم وتقصد معتقلين الرأي ومعتقلين الحراك او الحراك في الجزائر. تكلمت على الغاء قوانين القمعيه المقيده للحريات، وقالت ثاني قانون الغاء قانون الاعلام وقانون ممارسه الحق النقابي. هنا تحاول تحاصر تبون وجناح تبون بالنقابات سنديكا باش تخرجهم في اضرابات ومظاهرات وغيرها. راهي توجه فيه في واحد النقاط قرنون، وهي طبعا يعطوها ما يملوا عليها واش تقول، وهي طبعا بطبيعه الحال تقول واش يملوا عليها الجناح التاعها.
وفي قانون الغاء قانون الاعلام هنا تلمح على الصحفي، ربي يطلق سراحه بكل هنا قاضي إحسان تاع راديو الآن. فأصبحت الآن تبزنس بالحراك والمعتقلين وتصيب تبون في نقاط ضعف ونقاط حساسة. السؤال المطروح اللي ربما ما طرق له حتى واحد، وهنا وين غادي يبان الصراع الحقيقي. كلكم شفتوا طيلة سنوات اللي فاتت في إنهاء مهام عدة مدراء للأمن الداخلي، بوزيت واللي بعده كحال ومجدوب وجماعة كاع اللي فاتوا على مديرية الأمن الداخلي لا دي جي اس، يعني المخابرات عبلة الأمن الداخلي، إلا وتكون مراسيم تسليم المهام. لماذا؟ والسؤال اللي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا شنقريحة يرفض مراسيم تسليم المهام بصفة رسمية إلى ناصر الجحش، عبد القادر حداد أو ناصر الجحش، ماشي ناصر الجن. هما بغيتو يضخموه كي تقولوا لها الجن يخوفوا بها، عنتر ها الجن ها مش عارف واش، باش يخلعوا الناس اسماء وشعارات لترهيب الناس. هذا مركز عنتر، انت تقول صاي خلات، هذا مركز الاسماء لتخويف وترهيب الناس. هي عبله وهذاك ناصر الجحش. هنا السؤال مطروح للنظام واللي يبين حقيقه الصراع القائم بيناتهم. شنقريحه يرفض مراسيم تسليم وتشريفات ومراسيم اللي يديروها كما العاده والعوايد، باش يسخنوا بها الفرفاره البصوع. رفض شنقريحه باش يدير ترسيم، بما انه راه عبد القادر حداد هو المدير العام للامن الداخلي. نقطه. المعلومه السريه التي سنقولها حصريا ان عبد القادر حداد او ناصر الجحش قام بإنهاء مهام جميع المدراء في الأمن الداخلي من عمداء وألوية وعقداء، وقام بجلب أحبابه واصحابه السفاحين تاع التسعينات بدون ذكر أو الإعلان عن هذا الانهاءات تاع المهام، وبعدهم كامل الى التقاعد. اللي كنتوا تقولوا لنا نفتح قوسين انتوما وراه يقول لكم وراه يدعم فيكم ناصر الجحش وناصر مش، احنا ما تهضروناش في الوقت اللي تحبوا انتوما نهضروا فيه. لازم تفهموها باللي احنا ما نتمانيبيلاوش. كي زعما تقول لك ناصر الجحش وهو راه يقول لكم، فانا نخرج نطيح على ناصر الجحش في هذاك الوقت اللي راكم حابين انتوما فيه. فانا ما رانيش ما عنديش 5 ايام في هذه المعركه ولا عام ولا عامين ولا مع بدايه الحراك. نعرف عناصر المخابرات اللي تخدم بهم المخابرات اللي متدرجين في الحركات مخبيين كما ناصر كما مخيوبه وجماعه اللي كانوا وفي نفس المجال، واللي ما عندهم قوم اللي مديكلارين ومشي مديكلارين. نعرف كيفاش تخدم بهم المخابرات وكيفاش تحوسك الجناح الاخر وقتاش تهضر على فلان ويخرجك في ذاك. نهضروا في الأوقات المناسبة ولسنا للتبرير، وما نحتاجوا تبرير، حتى ما نحتاجوا نبرروا حتى الطحان. فتبون أراد جلب الشرعية من الجزائر العميقة. وين راح تيزي وزو. لماذا تيزي وزو؟ حتى يظهر للرأي العام الداخلي والخارجي، مع أن كامل المراقبين والملاحظين للشأن في الجزائر يعرفوا، مش غير الجزائريين، يعرفوا أن منطقة القبائل هي محرك الثورات الشعبية في الجزائر من 62 أو من قبلها بلد إلى يومنا هذا.
فهو راح الى هذيك المنطقه بعد ما رهبوا، بعد ما داروا اللي ما داروش فيه، بعد ما ردوا كاع الناس اللي يفوت عليهم يقول له انت ماكيست، اللي ينطق يقول له انت ماكيست، اللي يتنفس يقول له انت ماكيست، باش يخوفوا الناس ويرهبوهم وخايفين باش يديروا لهم يطانقوا لهم الحباس. ف راح جاب نص النساء اللي جابهم في تيزي وزو او غالبيتهم من سلك الامن الشرطه والدرك، ملبسينهم جبب وجايبينهم في وسط الناس باش يبانوا بزاف، شويه بوليسيه سيفيل بيان سور، شويه جماعه يونيتي، شويه من الكازيرلا، شويه والكادياس المعروفين باينين. جماعه الكادياس راهم يعرفهم حتى خاوتنا في تيزي وزو، ويعانوا معاهم ويسوفروا معاهم منذ عشرات السنوات. اذا كان اللي كان يقود العروش النهار الاول وكان خارج في لاطه تاع العروش اللي هو ابريكا بالعيد، هو بروحه كادياس، هو اون بيرسون كادياس، فجابوا كادياس. اما اذا اردت ان تعرف باش ما يحشولكش، اذا انت اردت ان تعرف الشعب الحقيقي في تيزي وزو، فاكتب الحراك في تيزي وزو تشوف. راحوا قاموا بتهديد العمال اللي خدامين في البلديات وفي الليكولات، المعلمين والاساتذه راحوا قاعدين يهدوا في الناس بلي بوست تاعهم. يعني ما ولاتش ماشي دوله، ولات عصابه تاع فوايوات، ابتزاز عادي، عيني عينك، ابتزاز عيني عينك. ستادير ما عندهمش ما يديكيزو، ولا بكري كانوا يديروا شويه منا فولاو دروك خرجوها طاي طاي، عرايه، نظام تاع عرايه. الجناح الثاني الذي يقوده جبار مهنا وجماعته، كوجاك وجماعته، واش داروا باش يردوا على تبون في تيزي وزو؟ راحوا لهم بالدبابات والكوبتر في السماء والدنيا. واش يديروا جماعه كوجاك جبار مهنا وتوفيق؟ بداو يعتقلوا في الجهه الثانيه من هيه، موراها ديريكت مور الزياره تاعه بيكاو على بجايه. واذا راكم تشوفوا، راكم تلاحظوا، ولا راهم معنا خاوتنا من بجايه، راكم تشوفوا الاعتقالات الواسعه، منها حتى صحفيين بداو يطيحوا عليهم. الرساله الموجهه الى تبون هي انك ما تقدرش تسيطر على منطقه القبائل، او لا يمكنك السيطره على منطقه القبائل في الجناح الثاني اللي حس باللي كي شغل يشوف باللي بوطبون مركا له بيت، مع ان اللي قدر بالعمليات الارهابيه اللي نفذها جبار مهنا ضد خونا جمال بن اسماعيل وجماعته، فهو اللي كان يشوف روحه باللي هو اللي يرقد الحاله ثم، وهو اللي ينوضها ثم، ينوضها بالحرائق ويرقدها بالزوبيراسيون اللي يديرهم كما قضيه جمال بن اسماعيل. فيعتبر روحه هو اللي شيكور في ذيك المنطقه في التاجيج ولا في الاسكات. فجاه تبون من الجهه اللي من هيه ودخلنا على تيزي وزو، بيان سور تحت ظل بعد ما راهم في سنوات يمارسوا في الترهيب والتخويف وغيرها. والمعلومات اللي عندنا يا ابو تبون لازم تسمع مليح، ان الانقلاب راه على بالنا بلي راهم الدنيا كاع تمشي دوبل شارجر في الجي، كاع راهم يتمشوا بدوبل شارجر، بوليسيه والجدرميه وكاع راهم خايفين في اي لحظه قادر يخرجوا لك الشعب. فانت بالك الرقاد ما راكش ترقده، الليل ما راكش ترقده. وكل هذا الشيء اللي هضرنا عليه الان، كل هذه وكل ما يحدث يوحي الى عمليه انقلاب ممكن ستحدث في اي لحظه. اروح انت كيفاه؟ انت كيفاه قصتك؟ انت كيفاه قصتك
سي عمار تلمساني قائد الناحيه العسكريه الرابعه. قائد الناحيه العسكريه الرابعه عمار تلمساني الذي ينحدر من دائره الغزوات في واحد الشارع اسكندر دار خوته وابن عمه ثم في شارع الجمهوريه في الغزوات. خوك لك تشوف فيه الان هذا مدعو حبيب راه كل يوم لوح. انت علاه جبدتك؟ نخبرك علاه جبدتك في الموضوع. غتقول لي خويا وانا واش دخلني؟ نخبرك على واش دخلك. ان خوك راه كل يوم سكران ويضرب في الناس وما عنده عده قضايا في السكر العلني السافر ولا الضرب والاعتداءات وكذا. وكل ما يشدوه وبالخصوص الكوميسار بختي مراد محافظ الشرطه رئيس فرقه الامن العمومي بامن دائره الغزوات. دوك نرجع لك انت. فتقوم انت بالاتصال من اجل الافراج على خوك. مشكل كيفاش ولاد الشعب اللي يغلط غلطه قد هاك تروحوا تردموه، وخاوتكم تتصلوا بهم وتطلقوهم وديروا هذه الصوره فقط باش نبين لك. وعلى بالي من حيث حطيت هذه الصوره تخلطوكم الصوت كي نتوما كي عابله كي الكوميساريات كي لابوليس كي ليرجي كي كلشي. هذه الصوره من الفيشي يا اخي كيشدوا الواحد الاجراءات تاع الضبطيات تاع الشرطه القضائيه ولا عند الجدرميه عند لابوليس. اول حاجه يصوروك ويبصموك. هذه الصوره من الملف، من الصوره تاع اللي بصموه. وهنا في هذه اللحظه راه سكران اللوحه كيصوروه كيشدوه ودخلوه الفيشي وبصموه. هذا واش غايقول هذا؟ جباله دي زاد قال لك نعرف. كي بصموه وصوروه فكان لابد باش نجيب هذه الصوره من نفس الفيشي اللي راه عند لابوليس هكذا باش نقول لك ونبين لك باللي راكم تستخدموا في النفوذ تاعكم كألوية وظلوا تعيطوا طلق لي خويا سكران، طلق لي خويا راه خابط رطل تاع غبره، اطلق لي خويا راه رافد معاه في الطوموبيل مش عارف انا 4 كيلو زطله، اطلق لي خويا ها هما. وبالمناسبه كي جبدنا على خوك دقيقه وجبدنا على سي بختي مراد محافظ الشرطه الكوميسير هذا السيد الكوميسير بختي مراد محافظ الشرطه رئيس فرقه الامن العمومي بدائره الغزوات. ايماجيني يا مواطن، هذا اللي راه حاطه ثما هو عمار تلمساني الجنرال، راه حاطه ثما باش يقابل له خاوته وفاميلته واهله وابن عمه ولا والحاشيه وبوكو بليس دارهم خاوته ودارهم. هذا الجنرال اللي يسكن في هذا الدوار. هذا الكوميسار اللي راه هنا عندنا في اللايف، مرحبا بك سيدي الكوميسير، هذا من 2007 هو في نفس مقر امن الدائره للدقيقه اللي نتكلم معكم فيها الان في اللايف. من 2007 هو في امن دائره الغزوات، ما تبدلش وما تحركش. وكل ما تجي عفسه تاع باش يميتوه ولا عفسه يرفد عمار تلمساني التليفون خلوه في بلاصته. 2007 كون راك درت انت كاع الجيري يا سي محمد اليوم من هذا. انا 2007 كنت في الصحراء في تندوف، قبل ما منا من تخمر تندوف وجيت للغربه وصرا اللي صرا وصرا مليون هم فات علينا، وانت راك ما زلت غير مبنك في كوميساريات الغزوات. وكل شيء هذا بالتواطؤ مع اطارات بامن ولايه تلمسان. نذكر منهم هذه تقارير استخباراتيه، انا خاطيني نشوف معاهم سيدي الكوميسار، روح هضر معاهم وشوف معاهم. العميد الاول للشرطه
بوجلال، والذي راهم حولوه الى امن ولايه وهران مؤخرا، راهم غير كيما. وازيدك من الشعر بيتا، هذا كوميسير 106. شو ندير عليها سطر هذا 106 106، يعني يفعلوا فيه. هذا كوميسار 106، يعني يديروا لها العيب. والكارثه ماهوش غير عيب محلي، كاين قضيه من بعد نولي لك ليها اللي راه عندنا. قلت لك غادي ندير لايف خفيف باسكو عندنا بزاف المشاكل وعندنا بزاف القضايا وعندنا بزاف الامورات، وراهي الحياه صايدك بدا لا 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 بدا النشاط. كنا راقدين ومبربرين ونستغلوا من بعيد، كنا نستغلوا في الخرطي، وكل واحد يخرط عليهم خرطه يدير لايف تاع 70 ساعه يقعد يخرط عليهم، وانا نستغلوا على بالي بلي ماهمش قابضين فين يدبوها ترد ونخليهم. هذا 106 ويعيطوا له باميلا اندرسون. المشكله ماهيش في الاخر، لو كان نقول هذاك اللي يدخلوا لك ضاربوك. المشكله كان طايح فيه مغربي، كانوا حاكمين ثم حراك، وكان عنده في الكوميساريه، وهذا المغربي اسمه ايوب. جبنا حتى تصاور تاع هذا المغربي، وعندك تقرير عليك بقضيه هذا المغربي اللي كان حراك بلا كوارت، يسموه ايوب. جان صغير كيلعب لك بالتكتاكه. هذا هما اللي تكلوا عليهم انتم، هذو ومشي غير هذا ايوب. هذا راهي الحيه، راهي والجنرال قال الجنرال عمار تلمساني مخليه ثما وحاطه ثما ومخليه ثما في الغزوات فقط من اجل باش يعس له صوالحه ويعس له ابن عمه ويعس له صوالحه على طريقه القايد صالح اللي حاط لهم ثما. ثاني كان حاط الخوتله في عنابه، حاط لهم ثما جماعته اللي يعسوا على ممتلكات ولاده وعلى كوميسار ناقص، كوميسار سالب، كوميسير راهم الايادي الخارجيه راهم طلوا لك على القدره وعلى المرمطه وعلى اسرار الدوله. ونزيدك حاجه، وعمار تلمساني كي كان يطيح خوه اللي وريتكم التصويره تاعه من قبل، هذا دقيقه، هذا خوه كي كان يطيح يشدوه ثم عندهم ويدير لهم، يقول بدا يدير لهم شويه يرفدوه والدنيا. كان هذا الكوميسار هو اللي خرجه من دون اي مساءله قانونيه او مساءله قضائيه او بدون اي اجراء قضائي. شتقول ديجا اصلا عندك كاش ما تقول ريحتك راهي تضرب حتى هنا في باري، راهي طلعت ريحتك وريحه ذوك الخدايم الشينه حتى باري. رد عليا، خرج عليا الزبل. مصاريكم ما حافظتوش عليهم باش مصارانك الكبير ما حافظتش عليه باش تحفظ انت على الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالمشريه. والمشريه تعرفوا شكون راه في المشريه؟ مشريه اللي هي بلديه ودائره تبون، لكن في المشريه علي والحاج السفاح القتال، سميه تعطيه كل الاسم وتقول لي فيه كريمينال المجرم كلش فيه. قائد الدرك الوطني هذا في الحال واش يدير؟ اسمع لي تبون، كبر لك الصوره، راح حاط لك ثلاثه ثما، راح حاط لك قائد الكتيبه وقائد الفرقه وقائد المجموعه، حطهم لك شاف كومباني وشاف دو جروبمون وشاف دو بريغاد، حطهم غير باش يعسوا لك الروينه ثما. هذا اللي راه منا على لاكوش كاع هو قائد الكتيبه، هذا كوموندون.
اللي راه على لاكوش كاع، هو كوموندون معمر عصام. والوسطاني هو قائد المجموعه شيف دو جروبمون كولونيل رودان سليمان. وهذا المغيبين، هذا اللي راه يشبه ابو جوده تاع باب الحاره، هذا اللي راه منا كاع منا اللي منا كاع على اليمين، هذا اللي هو واقف وقفه تاع استعداد، هو قائد الفرقه تاع مشريه المساعد حنابي احمد. صحيح سمعتني يا تبيبين؟ هادو انا مانيش ندير لكم الخلاط ولا ندير لكم في الخلاط، انا المعلومات اللي عندي انه هاد الثلاثه راه جابهم لك حطهم لك ثم، جاب لك قائد، جاب لك شيف دو جروبمون في النعامه. انا جروبمون اوتوماتيكمون يكون في الولايه النعامه اللي هي مشريه تابعه للنعامه، ولكن مشريه تابعه لها. الثاني في المجريه قائد الكتيبه شيف كومباني. والثالث ابو جوده شيف دو بريغاد اللي هو حنابي احمد. هذو باش يديروا له التقارير على كامل العائله تاعك، بني عمك، بنين عم مرتك الاولى، الزوجه زهره هذه من الاضرار ما عندهاش علاقه، ولكن الاولى بنين عمك انت. بون انت راك مهرب النص، راه في سعيده، ماشي النص، اكثر من النص، راه في سعيده ورانا جايين لسعيده. وتشير معلوماتنا الخاصه دقيقه تشير المعلومات الخاصه لدينا ان حبوا كي نطلع لكم البار الفوق ياك، حاولوا نبداو من تحت بالجوج ونجيو طالعين غير بشويه. قلت لكم هذوك غير التسخينات هذاك البروكيرر هذاك دايره غير كيسلط على البوكس تحمي فيه روحك دب 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 دب، ايوا من بعد تجي للفوق باش تجي سخون للفوق. تشير المعلومات اللي عندنا على مناد نوبه قائد الدرك الوطني الاسبق، اللواء جنرال ماجور، متواجد بالسجن العسكري ببشار، كان قبلها في السجن العسكري تاع البوليده تاع البليده، والان راه في السجن العسكري تاع بشار. سيتم نقله ممكن في هذه الايام القليله القادمه او في هذه الساعات القادمه، سيتم نقله على وجه السرعه الى المستشفى العسكري بعين النعجه. لماذا؟ خايفين يموت لهم في الحبس العسكري. من النوبه كنت حكيت لكم من قبل ونزيد ناكد لكم الان، راه يتمشى بالشريطه، الويه خلصت عليهم بالشريطه. انت قاعد تشيت هنا وحاسب روحك كابران، وقاعد تزهر على خاوتك في الطرقان، وقاعد تعيط على خاوتك في الطرقان، وقاعد طايح لهم جونكر. هاي لا الويه، انت وين تبان السيرجان والسيرجون شاف والكابيتان اللواء راه فوق الشريطه وراه بيموت في الحبس، وخايفين يموتوا لهم في الحبس، مع ان كل الامراض راهي فيه، القلب لا طوسيون وزيد راه فوق شريطه فوق هذا الشيء. ف سيتم تحويله حسب التقارير اللي عندنا إلى مستشفى عين النعجة بعدما شعروا أنه سيموت داخل السجن العسكري ببشار. نفرحكم انا غير بالجديد، نفرحكم غير بالجديد. سي قندوزي توفيق راك هنا في اللايف، على بالي راك هنا في اللايف، كما قال لك هذيك هي، راك هنا في اللايف. سي قندوزي توفيق نسيب تبون اللي داي البنت الكبرى لتبون. هذا قندوزي توفيق يسكن في سعيده، ولكن اصله ينحدر من ولايه النعامه، وبالتحديد من دائره مشريه، من اقارب تبون. هذا اللي منا هو اخ تبون وليس شقيقه، هذا الزوج اللي منا الكبير، هذا الفيو هو اخ تبون من بوه، خو تبون من بوه، ابو تبون متزوج زوج نساء، فهذا خو تبون من بوه. ولكن هذا توفيق قندوزي داي بنت تبون عبد المجيد، يعني البريزيدان، بنتها كبيره اللي كانت تقرا
في سعيده، وكانت دايره التخصص تاعها علم الاجتماع، لا سوسيولوجي. وهذا توفيق مع خو تبون من باباه ولاد الخالات، مع خو تبون الاخر الثاني. فبحكم القرابه والعائله وغيرها، ومش باغي ندخل في تفاصيل دقيقه باش تبون ما يزيدش يعاود يقول لي الصراع ما تدخلش فيه العوائل وما تدخلش فيه الاسر وكذا. علاش؟ لكن انتم دخلتوا كلش في الروينه في الحرب تاعكم، حربكم معنا دخلتوا فيها كلش، فلذلك احنا ندخلوا كلش. هذا نسيب تبون سي توفيق قندوزي هو بروفيسور بيان سور بالمحاباه والمعرفه، ومن بعد استولى على منصب نائب مدير مكلف بالعلاقات العامه والصفقات بدعم من مدير الجامعه وهبي فتح الله تبون، اللي هو هذا، اللي هو خو تبون مدير جامعه السعيده. وفي الحمله الانتخابيه السابقه لتبون، في الحمله السابقه لتبون هذا اللي عينوه مدير الحمله الانتخابيه في ولايه السعيده، بعد ما نقولوش فاز، وانما نقولوا بعد ما عينوه بريزيدان، لان المصطلحات عندها دور كبير. كي تقول واحد فاز يعني كانت انتخابات وصحيحه والدنيا ونزيهه وفاز فيها، لا. كي تقول بعد ما عينوه كبريزيدان، وعلى بالكم انتم العام والخاص شكون اللي عينوه، ليتم تنصيب على طريقه الناصر بوتفليقه، على طريقه الناصر بوتفليقه. ناصر بوتفليقه واش كان الامين العام في وزاره كذا وكذا، ولكن هو كان الوزير الفعلي، لان اذا كان ياخذ منصب الوزير فتكون الكاميرا عليه والهضره عليه والنش عليه، فيتخبى في منصب اقل من وزير، ولكن هو الوزير الفعلي. الاخر الوزير ما عليه الا التنفيذ، اللي يقولها لا يقول حمراء حمراء صفراء صفراء. وعينوه كرئيس الديوان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام رئيس الديوان تاع بوتبو، وهذا رئيس الديوان تاع وزارة التعليم العالي، وخو تبون المدير تاع الجامعة تاع سعيدة، واسماء آخر هذوك تسمعوها للسيطرة على هذا القطاع. وزيتنا في دقيقنا كما يقول لي بوصبع، ما تبهدلناش قدام الناس. وهذا الان كون ثروه الى مع المنظمات الجامعيه اللي عينهم،
إذا شكرا لكم إخواني لمشاهدة اللايف حتى النهاية. تحياتي لكم، لا تبخلوا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس والضغط يعني على زر الإعجاب وتعليق حول رأيكم في الفضيحة التي فضح يعني أمير ديزاد أو أمير بوخورس. كل من يقول كل يلغي بيلغاه باللغة العربية. فضح تبون، كشف له المستور، كشف فضحه وفضح تلاعبات عائلته بالحكم بأموال الشعب الجزائري بظلم الجزائريين بالكثير من الأشياء. يجب أن ترحل يا تبون، لأنه لم يعد لك أنت مكان بالجزائر بما فعلته بأموال الجزائريين واستغلال أراضي الجزائريين، الثروة الهائلة لدولة غنية تعيش عيشة الفقراء. نعم يا صديقي، دولة غنية تعيش عيشة الفقراء. لماذا؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا الاستبداد؟ لماذا هذا الاستغلال؟ لماذا تفعلون كل هذا بالجزائر، بالدولة العظيمة، بدولة الشهداء، بدولة الأبطال، بدولة الرجال؟ لكن سيأتي وقت وستذهبون. ارحل يا تبون، ارحلوا يا كابرانات، ارحلوا يا من تستغلون الشعوب والشعب الجزائري وتستغلون طيبته وتجعلوها كرها وخلافا مع جيرانهم على الحدود وهم مسلمون. أنتم تعلمون عن من أتكلم. إذا تحياتي لكم، تحية حب وتقدير. لا تبخلوا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وتعليق محفز. تحياتي. شاركوا مقطع الفيديو لكي لا يقف صوت الحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.